انت لو اتفرجت النهارده على وشوش لعيبه الاهلي على الدكه، اللعيبه مستسلمه، تحس ان في عجز في الملعب وبره الملعب. ولو بصيت على كولر هتحس ان هو عاجز هو كمان، ما عندوش عم ماسك ورقه عمال يكتب، ما اعرفش بيكتب ايه بقى، طلبات بيت بقى ولا بيكتب خواطره وافكاره، بيكتب حاجات يعني ما بنشوفش منها حاجه في الملعب. يعني وبلوم كولر، بس في نفس الوقت في مدرب بينجح من غير لعيبه يا جماعه؟ يعني هات لي مدرب كده، ده جوارديولا نفسه فرقته بدأت تقع اهو، راح جاب لك مرموش وجاب لك مش عارف مدافع وجاب لك مش عارف مين، بيلحق نفسه في يناير علشان يلحق اللي باقي من الموسم. تعالى بقى قول لي الاهلي بالفرقه دي ممكن يعمل ايه؟ انت لو ما لحقتش المدرب بلعيبه يبقى انت بتوقع المدرب وبتوقع الفرقه. حتى لو عايز شايلها المدرب، دي مش قصتي، انا مش قصتي مين يشيلها، انا قصتي ان الاهلي يكسب. فلما المدرب دلوقتي نشيله الليله ونمشيه، حبيبي انت لو مشيت النهارده كولر ومسكت اي مدرب غيره، محدش يقنعني ان الفرقه دي هتكسب حد. الفرقه بالاداء والشكل اللي في الملعب ده مستحيل تنافس على الدوري. انت بيراميدز عنده فرقتين، عنده فرقه اساسيه وفرقه احتياطيه، يعني اللي بينزل بنفس قوه تقريبا الاساسي. انت ما عندكش الكلام ده خالص، انت ما عندكش اجنحه خالص، انت ما عندكش مهاجم غير وسام ابو علي. وقلت قبل كده ان الاهلي فوزه في المباريات بقى مرتبط بشخصين فقط، وسام ابو علي وامام عاشور. لو الاتنين دول مش موجودين الاهلي مش هيكسب. وسام ابو علي ما كانش موجود النهارده، مفيش شكل للهجوم. امام عاشور سجل هدف من ركله جزاء، وزي ما قلت لكم امام عاشور لو ما سجلكش كل ماتش هاتريك وهدفين والكلام اللي بيحصل ده، الكلام الفضائي الخيالي ده، مش هتكسب. وهو اتحقق النهارده، وهنشوف الماتشات الجايه نفس المنظر ده.